السلام عليكم. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله باذن الله هنعمل كبده الفراخ بطريقه سهله وجميله، وكمان يعني لذيذه. هتعمليها من اول مره وهتنجح معاكي، ومش هيبقى فيه اي زفاره ولا اي حاجه. بس انتي اتبعي الخطوات بتاعه الفيديو، وانت ان شاء الله هتستفيدي. اول حاجه غسلنا الكبده، حطينا عليها خل وليمون، وبعدين الاضافات بتاعه الكبده، يعني البهارات. حطيت كمون، حطيت شطه، حطيت كزبره، حطيت ثوم، حطيت فلفل اسمر. قلبت الخليط كله مع بعضه، الكبده كلها قلبتها مع البهارات، وضفت عليها فلفل اخضر قطعته شرايح صغيره، وبعدين قلبته معاه. وبعدين كنت في الوقت ده مولعه على الطاسه، يعني مسخناها كويس قوي. ضفت نص الكميه بتاعت الكبده، وبعدين هضيف النص التاني، يعني بالتدريج كده علشان الطاسه الزيت ما يبردش يعني. بعد كده هضيف برضو ليمونه، وهقلبها. هقلب الكبده بالراحه عشان ما تنزلش اي ميه يعني. ديت طبعا ديت الزيت. وبعد كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله ما فيهاش ميه ولا اي حاجه. قلبتها لغايه لما استوت. حضرت طبق التحضير، حطيت زينته كده بشويه جرجير، وبعدين قدمته مع شويه بطاطس محمره، بالهنا والف شفا. ولو عجبك الفيديو وعجبك الوصفة، يا ريت ما تنسونيش في اللايك وفي الشير وفي الاشتراك في القناة. وكان معاكم أم زياد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.